وصفة النهاردة الكل بيعشاها، طاجن اللحمة بالخضار، طعمها وريحتها في منتهى الجمال، كمان مش محتاجة تعملي جنبها غير شوية رز وبس. سهلة وسريعة، جربوها هتعجبكم جدا. طاسة بقى على النار هنحط مكعبين كده من الزبدة، متنسوش بقى تحطوا لي لايك من ايديكم الحلوة. هنكون بقى مجهزين اللحمة بتاعتنا ومقطعينها قطع صغيرة بالشكل ده كده. اول بقى ما الزبدة بتاعتنا تتقدح معانا هننزل باللحمة وهنوزعها كده في الطاسة على نار وسط، هنشوحها واول ما تاخد لون من تحت هنقلبها، هنديها صدمة من كل الجوانب. وحابة اشكر كل مشتركين الجدد، اهلا ومليون مرحب بيكم، نورتوني وشرفتوني في قناتي المتواضعه دي. وجودكم معايا شرف كبير ليا، ولسه اول مره بتشوفيني اتمنى تشتركي عندي. واول بقى مدينا اللحمه بتاعتنا صدمه حلوه كده من كل الجوانب ولونها اتغير معانا. كمان اللحمه نزلت الميه بتاعتها وشوحتها بيها كده لحد ما نشفت شويه. بعد كده هكون مجهزه بصلايه كده وسط مقطعه جوليان، هننزل بقى بالبصلايه دي وهنضيف لها رشه ملح خفيفه كده علشان توحد لي لون البصله، وهنشوح بقى فيها اللحمه مع البصل كده مع بعض. بقى ما البصله بتاعتنا تبتدي تدبل معانا هننزل بفصين توم مفرومين، وهنضيف كمان قرنين فلفل كده سبايسي او بارد زي ما تحبي. كمان لو عندك فلفل الوان تقدري تضيفي. بعد بقى ما ضفنا الفلفل والثوم هنشوح فيهم شويه لحد ما ريحه الثوم والفلفل كده يظهروا معانا. هننزل بقى بالخضار بتاعنا، بسله وجزر وبطاطس، وهنشوح فيهم بقى شويه. وطبعا البطاطس والجزر مقطعينهم مكعبات صغيره عشان يستووا معانا بسرعه. هنضيف لهم بقى كوبايتين ميه وهنغطي عليهم وهنسيبهم بقى يستووا على راحتهم على نار هاديه. هنضرب بقى في الكبه 3 طماطميات كده، واول ما يستووا معانا شويه هنضيف لهم بقى الطماطم. وعلشان الطماطم بتاعتي بيضه شويه هنضيف لهم كده معلقتين كبار كده من الصلصه. تقدري تستغني عن الصلصه لو الطماطم بتاعتك حمراء وحلوه. اقلب بقى كده كله مع بعض. وطبعا احنا لحد دلوقتي لسه ما حطيناش اي توابل خالص، وهنا بقى حطيت كوبايه ميه عشان حسيت ان لسه اللحمه عليها شويه. هنبتدي بقى نحط التوابل بتاعتنا، حبه قرفه بقى ورشه جنزبيل وبابريكا وفلفل اسود وكمون وكزبره وبهارات لحمه. هنقلبهم كده مع بعض وبعد كده هنغطي عليها شويه. بعد بقى ما اللحمه استوت معايا 3/4 سوا هنضيف لها كده الملح هنظبطه. وهحط بقى هنا حوالي معلقه كده من دبس الرمان، وده اختياري طبعا، لو مش عندك تقدري ما تضيفوهوش. هنقلبهم كده مع بعض شويه على النار. بعدين بقى نحطهم في الطاجن او البايركس بتاعنا. اللحمه بتاعتي في الوقت ده كانت 3/4 سوا. لو حابين تكملوا تسويتها على البوتاجاز عادي جدا، حابين بقى تحطوها في طاجن وتدخلوها الفرن مفيش اي مشكله. هنغطي بقى الطاجن بتاعنا بورقه فويل وهندخله الفرن. هنسيبها بقى تكمل سواها كده في الفرن، هنشغل عليها من تحت بس. وبعد كده هنشيل الفويل وهنشغل عليها الشوايه اخر 10 دقايق او ربع ساعه كده لحد ما تاخد اللون الجميل الحلو ده. وبعد كده نطلعها على طول. هنعمل بقى جنبها شويه رز، سواء رز ابيض او رز بشعريه، الاتنين طعمهم في منتهى الجمال. كمان شايفين بقى البطاطس والخضار مستويين ازاي، واللحمه كمان كانت مستويه ودايبه دوب كده. جربوا بقى الوصفه دي وان شاء الله هتعجبكم. كمان ما تنسوش بقى تكتبوا لي كومنت حلو، هيفرحني وهيسعدني جدا. اشوفكم بقى في وصفه جديده. سلام عليكم.